السلام عليكم لي فان ديال اليوميات ديالي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نلقاكم يا ربي هذا الفيديو في احسن الاحوال. نتمنى مزيد من التشجيع ديالكم كما كتشاهدوا معايا فيديو جديد وروتين جديد مختلف. بقاو معايا. واحد الطريقه ديال الزعلو كتجي زوينه ولذيذه، كلشي كيحماق عليه. يعني درت مطيشه حبه وحده وشويه ديال الزيت، شويه ديال البزار، شويه الملحه، واحد الدرسه ديال الثومه محكوكه صافي، وغادي نخليه يطيب على خاطرو حتى تذوب هذيك مطيشه. وهنايا الزعلوب كنشويه، منين غادي نشويه نقيه ونزيدو حتى تذوب ليا هادي. عاد غنزيد الربيع ونزيد سميتو ونزيد الزعلوب، عرفتي كيجي. ونزيد حتى كيبرد شويه كنزيد هذيك النقيطه ديال الزيت العود، وغنزيد عليه الحار مزيودات، كيبغي المزيودات. هنايا قطعته بهذه الطريقه هذه، كيجي شويه رقيق، عرفتي تيجي غزال بهذه الطريقه تتقطعو، كيجي زوين خصوصا ملي كيبرد. هاد الماء تيرجع ليها، تيرجع المطيشه، زدت المزيودات وزدت الربيع غيطيب، ونمغسو شويه بالمعلقه. غنشارك معكم واحد الطاجين عاوتاني كيجي يا سلام، تاكلوا صبيعاتكم وراه. هنايا اللحيمه اغلبيه كيجي باللحيمه الطاجين. هنايا خديت واحد البصله كبيره شلطه واللحيمات، حتى نسيت ونقول راه نصور معكم. كيتخضر غير بالكركم وسكينجبير والملح فقط، الابزار لا، غير سكينجبير والملحه والخرقوم، مغرفه زيت البلديه، مغرفه زيت الروميه على حسب يا خوتي. كان غادي نخضرو بواحد مولايه داك الشفرجل الصغيور، كيجي زوين كيجي لذيذ مشهيتكم فيه. عرفتي انا تنسافت، المهم نسيت باش هذيك الاخرى نسيتها ما خليت الطاجين تيطيب، نسيت ما حطيت لكم سميتو فاش خضرته باش فرجل داكشي والله الا نسيت. المهم قالت واحد صاحبتي برا ولبس عليا نوقف في الكوزينه في العشيه ونوقف في الغدا، تضرب الغدا والعشاء وكلشي تتوجدو. منين كتخرج لاله من الكوزينه تمشي ديريكت تضربها بشي دويشه وترجع، تلقى داكشي واجد غير سخن وحط. ما علينا. هنايا جبت لكم واحد الكيكه كنضربوا الغدا والكوتي وداكشي. هنايا عندي 4 البيضات، كاس السنيده، كاس الزيت، على حسب الكاس ديال العنبه العبار، باش تجي لكم الصراحه الكيكه زوينه وهشيشه ورطيطبه. بحال بغيتو تطلعوا شي غاطو زوين بلي كريم وداكشي. المهم ما علينا، غنرجع للموضوع ديالنا الاساسي. هنايا طربت مزيان البيض والسنيده والزيت وقبيصه الملحه، والخاتة الاخر عاد ندير النكهه ديال قشره اللحم، تتعجبني اختي النكهه ديال اللحم باش تغطي على ديك الريحه ديال البيض. كما كتشاهدوا البنات اللي كيوقفوا في الكوزينه، الامهات، ضربي خيتي كلشي في الدقه، السويعه وهذا ضربي لك الغدا والعشاء واليز، وسيري ارتاحي لك في العشيه مع شي موسيقى وشي كاس دتاي، ايوا تبقاي بالسلام. المهم هنا رجعنا خوتنا الكيكه ديالنا هي وجدات، دهنا المول بالزويته والطحينه، راكم عارفين كلشي تيعرف هاد القصه. وناخذ هذا الخليط نضعه هون في المول. ايوا خويتي نخويو كلشي تمايا. ايوا ما تنساوش تمشيو عند مول 5 دراهم، تقلبوا على ديك الحاسه ديال السيليكون باش كتهبطوا كلشي سميتو ب5 دراهم، ما رخيص على مسكين. ايوا هنايا غادي نخوي كلشي هادشي خويتي، ايوا نحطوه هنا في هذا المول ونخليه باش ندخلو الفران. عرفت واش غنقول لكم؟ هني هاد الطريقه ديال الكيك ديالي كتجي الصراحه زوينتين، ما كتجينيش الكيك دائما مزيان. بقاو معايا غتدخلها الفران، ها نتوما تشوفوا نديرها على 150 درجه الحراره، وها نتوما ان شاء الله نتمنوا خير. دابا حيدتها من هذيك ديال الحديد،
هي كي جات غزيولة باينه عليها لذة منها ألد. نتوما كيما كتشاهدوا معايا ها الكيكه كي خرجات، ها نتوما تتبان تبارك الله غزيوله. حيدت هذاك ديال الجنيبات. المهم هذا غير الطحين. المهم كي جات ها نتوما يا لاله الحداقه ما شاء الله. يا باش ما يضحكوش عليا البنات صاحبتي واختي كاينين معايا. هنا رجعت لكم، مشيت درت لا مارش ومشيت للسويقه، سرحت رجيلاتي. ايوا المهم لقيت خضيره زوينه ورطيه جبتها معايا. هنايا غادي ندير واحد الشوربه تعجبني صراحه، الشوربه الحمراء بهاد الخضار. تنحماق عليها تنطحنها في بلافاش كاري 3 الحبات. المهم تناخذو منها العشاء، الا بقات في الثلاجه كنديرها في الطنجره هكايا صغيره ونقيقيه ونحطها تبقى حتى الغدا يعني وناخذ من عندها ما عنديش مشكل. صافي كتزيد شي طبق هكا رئيسي ولا شي حاجه وهانتي معشيه مزيان. المهم انا تيعجبوني الشوربات بزاف، تنحس بهم بالراحه. انني عندكم يعني الشوربه ديال هاد الحمراء اي واحد يديرها. وثاني حاجه مزيانه حتى الوليدات، ممكن عنده وليدات صغار بقى يدير معاهم شي طريفات ديال الحوت الهبره، يعني الحوت هكايا ويطحنوا ويعطيها للوليدات باش ياكلوها. اللي ما الوليدات اللي ما كياخذوش الحوت باش تدخلها ليهم في الشوربه. ما علينا. هنايا صافي ونقيت الخضيره غادي نديرها باش طيب. الحاجه اللي تتعجبني انا هي من كيتالي كتوقفي في الكوزينه وقفي ضربه واحده، يعني ساعه او ساعه ونص ماشي مشكل نوقف فيها ندير فيها الغداء والعشاء والكوتي في نفس الوقت، يعني الكيكه في الفران ولا شي حاجه في الفران ولا شي بسبوسه. وثاني حاجه ولا مثلا عجنتي شي ملاوي حطيهم قدامك تيطيبوا الطنجره ديالك حتى هي كطيب. وصلت الخلاصه هنايا كنختم هذا الفيديو. الى الفيديو اللقاء ان شاء الله.